الترجي بيفوز في كاس تونس 4-0 قبل لقاء نادي الزمالك في دوري ابطال افريقيا يوم السبت. وده خلى بعض الناس تطلع تقول وتتريق على نادي الزمالك، عايزين نعطل الطياره، احنا الزمالك هيروح يتفرم من الترجي. بص، انت راح تقابل فريق كبير لعبته تمتع بالخبره. فريق ده في اخر السنوات لو ما خدش البطوله بيبقى في المربع الذهبي. فريق ما خسرش ولا ماتش ولا تعادل ولا ماتش في المجموعه، 6 بونت. راح خد 3 بونت من بق الاسد في الجزائر من شباب بلوزداد، رغم تمتع شباب بلوزداد، لعيبه شباب بلوزداد بالشراسه. جماهير شرس جدا كان مقفل الملعب، بس خبره وشباب بلوزداد كان مستحوذ جدا على اللقاء. بس خبره لعيبه الترجي والفريق اللي بيتمتع بالبطوله وشخصيه البطل قدر حتى لو هو وحش ياخد 3 بونت. وده الترجي انت راح تقابله، ده فريق كبير فعلا وما نقللش منه، بس ده ما يخلكش تقلل من لعيبه نادي الزمالك. وزي ما بتقول يعني تقعد ايه، تديهم خوف من اللقاء. انت لعبت نادي الزمالك، المفروض ان انت نادي كبير جايب لعيبه بشخصيه البطل تمتع بالخبرات، فالمفروض تبقى ند بند. دلوقتي بنشوف ريال مدريد بيكسب الليفر في انجلترا، مبقاش فيه عندي وعندك. شباب بلوزداد كسبني عندي، الترجي كسب شباب بلوزداد عنده. فمش عايز يعني حالة الخوف دي، مع ان انا مش مع اللي انا بقى يعني نادي الزمالك وتاريخي ومش عارف ايه. لا، انا مش مع الحتة دي. انت يومك ايه في المباراة؟ لعبتك خافت على التيشيرت بتاعك ولا لا؟ خافت على زعل جمهورها ولا لا؟ حافظت على نفسها وعملت نفسها اسم ولا لا؟ مش معقولة نادي الزمالك 3 سنين على التوالي يخرج من دوري المجموعات، ورغم كده اللي انت عندك لعيبة كويسة. وبقى ايه، ما لهاش دعوه بقى انا اسمي ايه، الاسم ما بيلعبش، تاريخك ما بيلعبش. احنا شايفين الترجي والوداد والرجاء، الناس دي عماله ما شاء الله ماشيه كويس السنين الاخيره. شايفين الفرق الافريقيه سان داونز والناس اللي جايه من ورا دي. الناس دي يعني لو انت شايف اسمك اكبر منهم ماشي، بس هي مش بالاسم مش بالتاريخ. ما انت حضارة 7000 سنة، بس بتشتغل بالشغل بالعرق بالمجهود. هو ده اللي بيعمل، ربنا بيدي للمجتهد. فمش اسم هو اللي هيعمل، وده اللي داير في قناة نادي الزمالك. للأسف النقاد اللي بتيجي مع احترامي ليهم كل كلامهم احنا نادي الزمالك، احنا كسبنا الترجي قبل كده مرتين في الشهر، مش عارف في السوبر الافريقي وعندي 3-1 ومش عارف ايه. طب ماشي، انت هتلعب يعني بالماتش اللي فات ده؟ يعني هو ده اللي هيكسبك؟ مفروض انت فريق الزمالك يكون عندي شخصية البطل، لعبت شخصية بطل وانا وحش اعرف اكسب، زي الترجي زي النادي الاهلي. شفنا لعيبه النادي الاهلي قدام اسوان مع الفارق في الفرق اللي انت رايح تقابلها. يعني انت رايح تقابل الترجي، هو كان بيقابل اسوان مع الفارق، يعني مع احترامي. اما لعبت ماتش وحش قدام الهلال عملت ايه في اسوان؟ اداء محترم، صالح الجمهور، خافت على زعل جمهورها. نتمنى من لعيبه الزمالك اللي هي تخش بقى معانا السنه. الزمالك من 2022 ما دخلش. الزمالك يعني اداؤه سيء جدا، فبالتالي انت مش راح تلعب باسمك، انت راح تلعب بادائك. نادي الزمالك في 2023 ما كسبش غير ماتشين، سموحه وفيوتشر في الدوري. كاس مصر خرجت منه، دوري المجموعات في افريقيا زي ما انت شايف الرابع الاخير. الدوري راح منك، الاهلي في حته تانية، انت الخامس ولا السادس؟ خامس باين. فيعني مش بالاسم. عشان كده نادي الزمالك لازما، مع احترام الناس اللي بتجيبها هات نقاد وانتقد واعمل ومش عارف ايه، بس تجيب ناس فنيه، تتكلم فنيه شويه. انا راح اقابل الترجي ناقد لناقد، ولا 11 لعيب قدام 11 لعيب، فنيات قدام فنيات؟ فلازم اجيب ناس فنيه تقول لي القوه فين في نادي خطوط القوه فين في نادي الترجي، خطوط الضعف فين في نادي الترجي، خطوط القويه فين في نادي الترجي، فادافع عنها ازاي؟ انا اعرف اخترقه منين؟ هو انا اخلي بالي منين عشان هيخترقني من الحته دي لو تحت الملعب معاه؟ فلازما يا جماعه، الكوره فنيات، الكوره اداء، تكتيك وتوفيق، والتوفيق ما بيجيش غير اللي بيتعب. فيا ريت قناه الزمالك تعدل شويه. انا يعني لو عملنا مقارنه بين قناه نادي الاهلي والزمالك، النادي الاهلي هيقابل سان داونز الماتش الجاي بيتكلم فنيا، بيشوف سان داونز ايه القوه فين وايه الضعف فين، وانا عندي الضعف فين وهو عنده القوه فين، انا قافل منين وقابل منين.
لكن انا مش قابل الترجي نقاد قدام نقاد. لا ده فنيا يا جماعه. اه هي دي بتاعت المدير الفني بتاع، بس اتكلم فنيا شويه، ما اقعدش اعيش الجمهور اللي انا الزمالك 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 واروح. طب ما انا الزمالك مع شباب بلوزداد واتغلبت، الزمالك مع المريخ واتعادلت. بقالي 3 سنين مش عارف اعدي الدور الدور المجموعات. ولو انت لسه بتسمعني يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.